ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هقولك على كل الاشاعات اللي اتقالت لي بعد الولادة، وازاي ده اثر عليا واثر على ابني. لو مهتمة شوفي الفيديو لغاية الاخر علشان تتجنبي الاخطاء دي. اول فيديو معانا هي اشاعة عن الرضاعة الطبيعية والصناعية. الاشاعة الاولى ان الرضاعة اول يوم ما فيهاش لبن، وان لبنك مش هيكفيه، وان سيبيه يرضع صناعي. طبعا إشاعة. اللبن في الأول بيكون موجود وبيكفي الطفل فعلا. الكمية اللي انت شايفاها دي هي معدته بتكون قد العنبية، فتخيلي هو طبعا هيشبع. وخدي بالك اللبن في الأول بيكون مهم جدا ومغذي، فما تسمعيش كلامهم. الإشاعة التانية، لو ابنك بيرضع طبيعي مش هيشبع، لازم يدخل معاها واحدة صناعي. طبعا مش صح. الرضاعة الطبيعية بتكفي الطفل، ومهم ان احنا نكون بنرضع باستمرار في الأول علشان خاطر الصفرة. واللبن بناء عن كمية الرضاعة اللي احنا بنرضعها للطفل بينزل طبيعي، واللبن بينزل بناء عن احتياج الطفل. تالت إشاعة، اللبن الصناعي أريح علشان بينيم أكتر، اديله واحدة بالليل عشان ينيمك. طبعا إشاعة. الطفل بينام بسبب التخمة اللي بيكون فيها، بسبب كمية اللبن اللي شربها كلها مرة واحدة، وده طبعا مش من الراحة، ده مش صحي خالص. الإشاعة الرابعة، ممنوع ترضعي الطفل وهو نايم. إشاعة طبعا. مفيش مشكلة خالص لو احنا رضعنا الطفل وهو نايم طالما بيرضع طبيعي، بس لازم ترفعيه الأول يتكرع وبعد كده ارجعي تاني نيميه، هينام بمنتهى الإريحية ومش هتحسي بتعب. آخر إشاعة، إن اللبن الصناعي بيخلي الطفل أطول وأقوى. إشاعة طبعا. الرضاعة الطبيعية هي دايما الأفضل في مناعة الطفل ونموه ونفسيته وبدنيا، هي الأهم في كل حاجة. بس انا حابه اوضح حاجه في الاخر، انا مش ضد الرضاعه الصناعيه خالص، ومش بقول طبعا انها وحشه. انا بس بتكلم عن الشائعات اللي ممكن تخلينا احنا كأمهات نشك في نفسنا او نحس بالذنب من غير داعي اصلا. انا متأكدة ان كل ام بتختار اللي بيناسبها وبيناسب طفلها، وده طبعا كفاية جدا. لو في اي سؤال سيبيه تحت في الكومنت وانا هرد عليكي، او هعملك فيديو مخصوص ليه لو الموضوع يستدعي. وهستناكي تسيبيلي في الكومنت ايه الاشاعة اللي جننتك زيي. ولو انتوا وصلتوا لغاية هنا شكرا ان انتوا كملتوا الفيديو لغاية الاخر. باي باي.